مش لازم تبيع لكلاس A. في حاجتين هتبص عليهم يخلوك تقرر انهي فئة اللي تستهدف. مين الفئة اللي محتاجة الخدمة او المنتج اللي انت بتقدمه وشايفين مميزاتك حاجة كبيرة بالنسبة لهم. مثلا لو انت عندك سرعة في الدليفري، فالناس اللي بتطلب الحاجة وهي مستعجلة هيفرق معاهم قوي النقطة دي. لو انت عندك باكجينج مميز، فالناس اللي بتطلب هدايا هم اللي يفرق معاهم الحاجة دي. هتلاقي كذا فئة بيقدروا قوي المميزات بتاعتك اللي انت لازم تكون صريح فيها مع نفسك. تشوف بقى الحاجة التانية نقط ضعفك. مين من الفئات اللي عايزين مميزاتك قوي مش فارق معاهم نقط ضعفك. مثلا سعرك غالي شويه، فتشوف الناس اللي معاها بادجت ان هم يحطوها في الموضوع ده، او الناس اللي مضطره تشتري وفارق معاهم قوي ان هو ما يشتريش غلط حسب المنتج او الخدمه بتاعتك. والله بناخد وقت عشان نديليفر الحاجه بتاعتنا، يبقى تدور على حد بيشتري حاجه مخطط لها، ما تدورش على الناس اللي محتاجاها urgently. يبقى على حسب نقط القوه والضعف بتاعتك هتقرر تستهدف مين. اللي بقوله ده لو انت سمول بزنس او انت حتى ميديوم انتربرايز وما تقدرش دلوقتي انك انت تغير من طبيعه البيزنس عشان تستهدف فئه معينه. بالتاكيد تقدر تقرر انا عايز الفئه الفلانيه وعلى الاساس ده تغير البيزنس بتاعك عشان يقدر يسيرف الفئه دي. بس لو مش عايز تعمل كده يبقى تركز على مين نقط القوه بتاعتك فارقه معاك ونقط الضعف اللي عندك مش مضايقاك.